اقول لك على حاجة، انت ليك لازمة واتخلقت عشان تعمل حاجة وتسيب اثر في الدنيا، وعلشان تقدر تعمل ده لازم يكون عندك هدف واضح. وده مش كلام تنمية بشرية بس، فعلا لو يومك عدى من غير ما تعمل فيه حاجة مفيدة اعرف ان الاكتئاب بيحوطك من كل مكان. ومش بس كده، ده كمان الشيطان هيوسوس لك ويخليك تعمل حاجات ترجع تندم عليها بعد كده. فلما تبدأ تشغل نفسك بحاجات انت عارف انك شغوف بيها وشاطر فيها، ده هيساعدك تمشي خطوات ناحية هدفك. وقتها بس هتحس انك ليك قيمة كبيرة قوي، اكبر من اي احساس او مشاعر سلبية متمكنة منك. فدور على الشرارة الحلوة جواك وانفخ فيها وكبرها. كلنا بيجي علينا اوقات بنحس ان المخ واقف مش عارف يفكر، بتحس ان انت مهنج اصلا، ما عندكش اي افكار ولا انتاجية ولا ليك نفس تعمل اي حاجة، ونفضل نقول لنفسنا كلام سلبي زي اللي بيموت بيرتاح من العيشة واللي عايشينها، مين قالك ان هو هيرتاح؟ وكلام ملوش لازمة غير بس ان هو بيجيب اكتئاب مزمن. فانا جاي اقولك ان ده طبيعي وان ده هتحس بيه، وانا وانت وكل المدربين وكل المختصين اصلا بيحسوا بالاوقات الصعبة دي، وكلنا اصلا بنمر بيها، مش انت لوحدك يعني اللي بتمر باوقات صعبة والدنيا كلها بمبي في بمبي. مفيش حد ما بيحسش بافكار سلبية او مشاعر سلبية، كلنا على هذا الحال، وكلنا بنحس بملل واحباط ويأس ومعندناش شغف لاي حاجة. عارف ليه بقى؟ لان المشاعر السلبية جزء حقيقي منك. احنا مش طول الوقت هنكون فرحانين ومبسوطين وعايشين في تفاؤل. ببساطة المجتمع فيه حاجات كتير قوي تخلي الانسان يبقى محبط شوية او يأس شوية. اول ما تحس انك خلاص وقعت مش قادر تقوم، لازم تحفز نفسك بنفسك، لانك المسؤول الوحيد عن نفسك، والمسؤول الوحيد عن قراراتك، والمسؤول الوحيد عن اسعاد نفسك بنفسك. ما تستناش تحفيز من حد ولا تستنى اي حد يدعمك، لانك الداعم الاول والاخير لنفسك بعد وقوف ربنا سبحانه وتعالى معاك. خد بريك وارجع كمل تاني، صدقني محدش هيقدر ياخد بايديك غير انت وبس كده.